صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. لسه مكملين في القطاع الغذائي والقطاع الزراعي. احنا عارفين لسه هنقعد فيه حبة حلوين يعني. النهارده بقى اد فاليو من نوع غريب شوية. يمكن شفنا في الفترة اللي فاتت خدنا منتج مصري ويلا بينا نعمل له اد فاليو ونصدره. المنتج مطلعهوش زي ما هو فريش واعمل له اد فاليو عليه، ان انا ادخل تكنولوجي جديدة في مصر في الفود وابتدي اصدر منها. النهارده بقى بنتكلم على اننا نجيب نباتات هي ما كانتش موجوده في مصر اصلا، ان انا اجيبها وازرعها وبعد كده ان انا اصدرها. بتكلم على الدراجون فروت. الدراجون فروت هي فاكهه استوائيه، مش الجو بتاعنا خالص. بس الاد فاليو الحقيقيه اللي حصلت ان ازاي تقدر انها تتزرع في مصر بايادي مصريه. مش بس تتزرع، ده احنا كمان نزرعها ونطلع منها الشتلات، ونقدر ان احنا نعمل الشتلات بتاعتها في مصر، ما نستوردش الشتلات بتاعتها من بره. مش كده بس، كمان ده احنا ننتج انواع ما كانتش بتنتج قبل كده في مصر، ونعمل هجين ما بين الانواع، ونشوف كمان نعمل شتلات وهجين ينفع مع الجو المصري. هو ده الاد فاليو الحقيقي. مهم بقى كمان في الدراجون فروت، احنا عندنا جزء كبير جدا من الاراضي الصحراويه بتاعتنا نسبه الملوحه بتاعتها عاليه. نسبه الملوحه يعني ما اقدرش ازرع فيها زي البطاطس، الفراوله، البصل. كل ما تزيد نسبه الملوحه ما اقدرش ازرع فيها بعض النباتات، ما اقدرش ازرعها فيها. ميزه بقى الدراجون فروت بتتحمل الملوحه 3500 مليون في الجزء، ودي نسبه ملوحه عاليه اللي بتقدر تتحملها النخيل. فبيقدر ان هو يتحملها بمنتهى السهوله جدا ويتزرع على الاراضي المصريه بالارض اللي هي زي ما هي بنفس وضع الملوحه بتاعتها، واقدر ان انا انتجه واصدره. طب انتوا عارفين الطن بتاعه بكام؟ طن بيوصل لحد 8000 دولار للطن، مع ان الخدمة عليه بتكون بسيطة، التسميد بتاعه بيكون بسيط، الري بتاعه بيكون بسيط. هي دي الاد فاليو الحقيقية لأرض مش هقدر ازرع فيها الحصلات الزراعية المعروفة في مصر. ازاي ان انا اقدر استغلها، وازاي ان انا اقدر اطلع منها اد فاليو الطن بتاعها مطلوب، ومطلوب بيه الدولار، وان انا كمان اطلع الشتلات في مصر وانها ما تطلعش من بره، وان انا اساعد المزارع في ان هي اللي عايزه تشتغل في زراعه الدراجون فروت، وان انا اقدر انقل لها النو هاو ده. من الناس الحلوه دي مزرعه سمرقند اللي موجوده في الطريق الصحراوي للقاهره اسكندريه الصحراوي. هم اللي عملوا النو هاو دي، وبيساعدوا المزارع ان هم يقدروا يستفيدوا من خبرتهم في زراعة الدراجون فروت. مش بس كده، ممكن كمان بيساعدك في عملية تسويق الإنتاج. تحية حلوة، تحية لكل اللي بيعمل اد فاليو واللي بيقدر يطلع من ال 3500 جزء ملوحة وهي عالية، يطلع منها الذهب ويطلع منها اد فاليو تتصدر. تحية لكل اللي بيعمل قيمة مضافة، وتحية وصباح صنع في مصر.